الكراغله وكالعاده ديالهم كيحاولوا انهم يزوروا التاريخ وينسبوا لراسهم الامجاد اللي ما كيكسبوهاش وبعيده عليهم. كما كتشوفوا هذا الشخص هذا اللي دار في قناه رسميه جزائريه كيقول ان حي المغاربه وحائط المبكى وحائط المغاربه جزائريين. كما كتسمعوا انهم جزائريين. تخيل حي المغاربه اللي مسمي على اسم المغاربه قال لك انه جزائري، وان مازال كيبحثوا في التاريخ ان الارض اللي تبنى عليها المسجد الاقصى حتى هي جزائريه. باش تعرفوا هذا النظام هذا انه حماق وما بقاش عنده العقل. سمعوا الفيديو ونكملوا ونديروا التقصيات ديالنا والبحث ديالنا. احنا عندنا اوقاف في فلسطين، احنا عندنا ارض نتاعنا، احنا نتاعنا ومسجله في الامم المتحده بلي تاعنا، في اللي هي اسمها حاره المغاربه. وحاره المغاربه هي جزائريه ومسجل في الامم المتحده على اساس انه جزائريين. وشي معلومه ما يعرفوهاش الناس، لما وقع الاستقلال في 62 السلطات الفرنسيه تفاوضت مع المسؤولين الجزائريين على الاراء. نمشيو معك السير كرغولي على قد عقلك ونديروا الابحاث ديالنا. درنا حاره المغاربه في جوجل ونشوفوا شنو تعطينا. كما كتشوفوا هذا الموقع ديال الجزيره دوت نت، موقع موثوق 100%. كما كتشوفوا قالوا ان شكل المغاربه ما بين 20 حتى 25 من الجيش الذي قاده صلاح الدين الايوبي. كما كتشوفوا ما قالوش الجزائريين ولا التونسيين، قالوا المغاربه، ماشي المغرب الكبير، المغاربه. وكما كتشوفوا في الصوره هادو جنود مغاربه، الوراء ديالهم الرايه المغربيه ودايرين الطربوش المغربي المعروف بالطربوش الفاسي. وهذه مقولة ديال القائد صلاح الدين الأيوبي على المغاربة. قال صلاح الدين الأيوبي: أسكنت هناك من يثبتون في الأرض ويبطشون في البحر، وخير من يؤتمنون على المسجد الأقصى وعلى هذه المدينة.